السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. لا تنسوا تشتركوا بقناتي باليوتيوب وتحطون لايك للدعم. أتمنى تكتبوا رأيكم بالقصة بالتعليقات. قصتنا اليوم عن المجرم ياسر عبد الفتاح محمد سعيد. في سنة 2014 دخل لقائمة أخطر 10 أشخاص يدورون عنهم ال FBI عشان يحكمون عليه بحكم الإعدام بسبب الشيء المرعب اللي سواه. ياسر ارتكب جريمة بسنة 2008، والحين بقول لكم قصة ياسر من البداية. ياسر كان مثل أي مواطن عربي يبحث عن فرصة حقيقية لبناء مستقبله، وقرر إنه يسافر برا ويبني مستقبل هناك. في بداية الثمانينات قرر ياسر وأخوانه إنهم يغادرون من سينا، المكان اللي يعيشون فيه بمصر، إلى أمريكا. فبعد ما وصلوا أمريكا قرر ياسر إنه يشتغل بأحد المحلات التجارية. وبعد فترة تعرف ياسر على وحدة اسمها باتريشا. باتريشا هذه كانت صديقة أخوه وعمرها 14 سنة، وكان ياسر أكبر منها ب14 سنة. كانت باتريشا تحب تكون صداقات مع الأشخاص العرب بسبب إنها كانت تعاني من السمنة، وكانوا دائما الأمريكيين يتنمرون عليها وعلى شكلها، بالمقابل العرب ما كانوا يتنمرون عليها، وعشان كذا كانت دايم تصادق العرب. وبعد ما صار ياسر صديقها انتهز الفرصة وقرر إنه يتزوجها، رغم إنه ما كان يجيد اللغة الإنجليزية، ورغم إن كل كلامهم كان بالإشارة، ولكن هو كان يفكر بالمستقبل. ولأنه مقرر إنه يعيش بأمريكا راح ياسر تقدم لها، وعلى طول باتريشا وافقت إنها تصير زوجة له. وافقت عشان يكون لها حبيب مثل باقي الأمريكيات. فكانوا من البداية كل واحد له هدف، هو هدفه يعيش بأمريكا وياخذ الجنسية، وهي هدفها إنها تكون جميلة ولها حبيب مثل باقي الأمريكيات. فكانت عائلة باتريشا عائق على زواجهم، وكانوا رافضين زواجهم بسبب الاختلاف بين باتريشا وياسر. ولكن باتريشا كانت مصرة على رأيها وتزوجت ياسر. وبعد فترة من الزواج بدأ الاختلاف بينهم يوضح. ياسر أجبر باتريشا إنها ما تطلع من البيت إلا بإذن منه، وأجبرها إنها تتخلى عن أصحابها وعن أهلها لأنه كان متحجر بهدف العادات والتقاليد. بعد فترة طفح الكيل عند باتريشا فقررت إنها تتخلى عنه. فياسر عصب إن شلون زوجتي تطلع من بيتي بدون إذني، وأخذ المسدس ورمى سيارته. وفي أحد بلغ عليه إنه رمى سيارة زوجته. جت الشرطة وأخذت ياسر وسوت معه تحقيق، ولأن باتريشا كانت تحبه وكان عندها أبناء منه قررت إنها تسامحه. وأطلقت الشرطة سراحه، ولكن أجبرته إنه يسجل في مركز الحضور تدريبات خاصة، وهالمركز هذا يدربون على شلون يتحكم بغضبه. فاستمرت الحياة بين الاثنين. وبذيك الفترة ياسر كان يشتغل بسائق تاكسي، كان يتكاسل إنه كل يوم يروح بالتاكسي. فهذا التكاسل أدى إلى انخفاض مدخول الأسرة، وعندها مدخول معين. هالمدخول يقدر ب20,000 دولار بالسنة، وهو مبلغ جدا قليل على سنة بالنسبة لعائلة تعيش بأمريكا. فهذا الشيء خلى العائلة تضطر إنهم يعيشون عند بيت واحد من الأسرة، وكان البيت جدا صغير. وعائلة ياسر وباتريشا كانت تتكون من إسلام ولدهم الكبير وبنتين اللي هم أمينة وسارة. فبعد فترة البنتين أمينة وسارة كملوا عمر 18 و19، فقالوا لجدتهم أم باتريشا إن أبوهم يتحرش فيهم باللمس. وبسبب العلاقة المتوترة ما بين ياسر وأهل باتريشا راحت الجدة اللي هي أم باتريشا لقسم الشرطة وبلغت عليه بأنه شخص متحرش في بناته. وراحت الشرطة لياسر وأخذته للمرة الثانية، بس هالمرة بتهمة إنه تحرش في بناته. وبالتحقيق البنات قالوا إن أبوهم ما تحرش فينا، بس إحنا كذبنا على جدتنا عشان أبونا ما ينتقل مدينة ثانية. وهذا أكبر خطأ سووه البنات، إنهم برأوا أبوهم، لأن أبوهم بذاك الوقت فعلا كان يتحرش فيهم. فبعد هذا الموضوع رجعت حياتهم لطبيعتها. وكان معروف عن ياسر إنه سريع الغضب، وكان يسبب مشاكل مع الزباين. كل شركات الإجرة للتاكسي رفضوا إنهم يتعاملوا معه، باستثناء شركة واحدة كان صاحبها مسلم، لأنه حب يعطيه فرصة ثانية، ولأنه يدري أيضا أن ياسر وراء عائلة كبيرة ولازم يجيب لهم فلوس عشان يعيشهم عيشة كريمة. وياسر كان دائما معاه مسدس، ولأن ولد ياسر إسلام تم تصنيفه على أنه شخص غير تام بنموه العقلي، عقله كان ناقص. قررت الدولة أنها تمنح إسلام مبلغ مادي كبير كل شهر عشان يكمل دراسته. طبعا إسلام كان يدرس بالبيت، وياسر استغل هذا المبلغ الكبير اللي تعطيه الحكومة الأمريكية لإسلام، وقاعد يحسن المعيشة. وقرروا إنه يستأجرون بيت جديد بنفس مدينتهم. وكانت علاقة ياسر في بناته شوي مضطربة، فكان ياسر يغصبهم يجلسون بالبيت وما يتحركون منه إلا فقط للمدرسة. وكان هذا تحت مراقبته هو ابن إسلام. ورغم إنه يحبسهم بالبيت إلا إن البنات كانوا ينجذبون للمجتمع الخارجي والثقافة الأمريكية اللي ما كانت تعجب ياسر، وبالأخص الرجال الأمريكيين. ولكن بعد فترة سمح لهم إنهم يطلعون شوي ويرجعون. كانت علاقة أمينة وسارة قوية، وأمينة لقبوها إنها صاحبة أجمل عيون بالمدرسة، وانعرفت إنها بنت متفوقة بمادة الرياضيات، لدرجة إن المدرسة أعطوها منحة إنها تدرس بالجامعة. وكانت الأسرة كل سنة تسافر مرة واحدة لمصر، ولكن آخر مرة رفضت باتريشا إنها تسافر معاه لمصر. فسافر الأب وأولاده
الولادة إسلام وأمينة وسارة. بيوم من الأيام اتصلت أمينة من مصر على أمها، وكانت تبكي وتقول إن أبوها يخطط إنه يزوجها لواحد مصري ما تعرفه، وفوق هذا بيخليها بمصر وما ترجع معه ثاني مرة لأمريكا. والغريب بالموضوع إنه بيزوجها لواحد أكبر منها وعمره 40 سنة وهي عمرها 19 سنة. أمينة قالت لأمها إنها تبي ترجع لأمريكا وما تبي ترجع لمصر نهائيا. وهنا باتريشا اتصلت على ياسر وضغطت عليه إنه لو ما يرجعها راح ترفع قضية وتسوي مشاكل كبيرة. وهنا ياسر قال خلاص بنرجع لأمريكا. ولما رجعوا لأمريكا بدأ يصير عند ياسر هوس القتل، قاعد يفكر شلون يقتل بناته لأنه ما يقدر يشوف بناته يطلعون مع شباب. فأمينة تعرفت على شخص اسمه جوزيف وحبته وحبها، وكان جوزيف صديقها بالمدرسة. وسارة كانت تربطها علاقة مع شخص اسمه إريك أمريكي، وكل هذا من وراء أبوهم. بعد فترة أبوهم صار عنده شكوك، لأن بفاتورة اتصال أمينة وسارة كان في رقمين دايم يتصلون فيهم، ولما بحث عن هالأرقام لقاها ترجع لهالشخصين جوزيف وإيريك. فهنا عرف إن بناته يتكلمون مع رجال أمريكيين، الشيء اللي ما يحبه والشيء اللي منع بناته إنهم يسوونه. فبدأ يراقبهم وين يروحون وين يجون. وبعد مراقبته عرف إن بناته على علاقة حب مع إيريك وجوزيف. وهنا ياسر انجن وما قدر يتحمل الصدمة اللي مو حابها إن بناته مع رجال أمريكيين. وهنا بدأ يخطط شلون يتخلص من بناته. برأس السنة الميلادي 1 يناير 2008 بمدينة إيرفيك تكساس أخذ بناته أمينة وسارة، يقول لهم بنروح ناكل بمطعم، وأخذهم معاه بسيارة التاكسي الخاصة فيه، وراح المكان معزول وبعيد عن المدينة. وهناك أطلق ياسر 11 رصاصة على بناته سارة وأمينة بمسدسها الخاص وخلاهم على الأرض وهرب المكان مجهول. أمينة على طول ماتت، وسارة قبل ما تلفظ أنفاسها الأخيرة اتصلت على 911 اللي هو مركز الشرطة، وقالت للشرطة أنا أموت، أبوي أطلق علينا النار أنا وأختي. وهذا كان الاتصال. What's going on, ma'am? I'm dying, not what's up. Oh my God. Are you still there, ma'am? Ma'am, what is your address? Ma'am. فبعد ما راحت الشرطة للبنتين لقوهم ميتين وغرقانين بدمائهم. وبعد جريمة القتل اختفى سعيد، وكانوا مفترضين انه هرب لمصر، ولكن السجلات ما اثبتت هالشيء. ورفعت زوجته ب 2009 قضية طلاق. وبعد فترة شافوا ان سعيد يسوق سيارة اجرة بنيويورك، وهالشيء خلى الاف بي اي تعمم صورة سعيد واوصافه عشان يقبضون عليه. وفي 4 ديسمبر 2014 تمت اضافة سعيد الى قائمة ال10 المطلوبين الهاربين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكافأة $100,000 للي يجيب لهم معلومات عنه ويقدرون يمسكونه بسببه. قدر يهرب سعيد لمدة 12 سنة، وب 2014 صدر فيلم وثائقي عن مقتل سارة وأمينة بعنوان ثمن الشرف. وفتحت القضية مرة ثانية ب 14 أغسطس 2017 فضل إفادة عامل صيانة في مجمع سكني في تكساس بأن إسلام سعيد ابن ياسر استأجر شقة، وقال العامل إنه شاف رجال يشبه أوصاف ياسر داخل شقة إسلام. ولما عرضوا المحققين عليه صورة ياسر تعرف عليه العامل وقال هذا الرجال اللي شفته بالشقة. بالساعة 6:30 مساء ب 14 أغسطس جاء وكيل الشقة لإجراء مقابلة مع إسلام، وكان إسلام منزعج ورفض أنه يتعامل مع الوكيل. وبعدين اتصل بشخص وقال له عندنا مشكلة. بالساعة 1 صباحا تم تنفيذ أمر تفتيش الشقة، ولقوها الشرطة فارغة بذاك الوقت. ومع هذا لاحظت الشرطة أن الباب الخلفي الزجاج كان مفتوح، ولاحظوا شجيرة لها أغصان مكسورة. عرفوا إن في شخص قفز على هذه الشجيرة، ولقوا نظارات وأخذوها، وسجائر وفرشاة أسنان وأخذوها كدليل. وقارن مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الحمض النووي بالأدلة مع الحمض النووي لأمينة وسارة، وتحدد بالحمض النووي إنه الوالدهما البيولوجي يعني الياسر. وبعد 3 سنوات في أغسطس 2020 بدأت الشرطة تراقب منزل في تكساس على مدار 24 ساعة. لاحظوا دخول إسلام وعمه ياسين للبيت وخروجهم، وكان في رجال داخل المنزل. بعد ما طلعوا ياسين وإسلام وبعد أسبوع من المراقبة حصل مكتب التحقيقات على مذكرة تفتيش، وتم اعتقال ياسر في 26 أغسطس 2020. وبنفس اليوم اعتقلوا ولده إسلام وعمره 32 سنة، وأخوه ياسر الصغير واسمه ياسين وعمره 59 سنة، واتهموهم بإخفاء شخص مطلوب. تشبهت السلطات أن أشخاص آخرين ساعدوا سعيد في الهروب من الاعتقال طوال 12 سنة اللي فاتت. وقالت شكوى جنائية فيدرالية إن إسلام كان على اتصال مع 2 من أشقاء والده. السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للدعم. قرر ياسر إنه يشتغل هناك بأحد المحلات التجارية. فبعد فترة تعرف ياسر على وحدة اسمها باتريشا.
فبعد فترة ياسر تعرف على وحدة اسمها باتريشا. باتريشا هذه كانت صديقة أخوه وعمرها 14 سنة، وكان ياسر أكبر منها ب14 سنة. كانت باتريشا تحب تكون صداقات مع الأشخاص العرب بسبب إنها كانت تعاني من السمنة، وكانوا دائما الأمريكيين يتنمرون عليها وإن شكلها مو حلو وإنها سمينة. إيش قاعدة أقول أنا؟